49,000 جنيه مبلغ مش قليل خالص انك تعمله. نعملهم في قصدي، كمل كمل. ها. بس انا مش احسن منك. انا عملت المبلغ ده بس مش هقول لك عملته في قد ايه. انا اسف يا اسطى على المقاطعه، بس والله العظيم الباروكه معفنه قوي، باروكه معفنه قوي، باروكه خرا اقسم بالله. يعني انت جايبها من بق كلب، اقسم بالله يعني حاجه تقرف. فارجوك اقلعها. بس انا عملته بسبب تشغيل الدماغ وبسبب ده. اللي ما يعرفش ايه يا اسطى اقسم بالله مش بالباروكه، والله العظيم اللهب اللي فاهمك اللي هي بالباروكه. اقسم بالله انت يعني انا مش عارف مين اللي فاهمك لما انت تلبس باروكه تبقى بقيت غني. يعني انا مش فاهم مين الجزمه اللي فاهمك كده، والله العظيم. ده ابلكيشن اكسبيرت اوبشن. ابلكيشن اكسبيرت اوبشن ابلكيشن تداول عالمي، بيبقى فيه استراتيجيات كتير قوي، بس انا مهتم باستراتيجيه معينه انا حسيت نفسي فيها. حسيت يا كبد امك. حسيت. انا عرفت اعمل منها فلوس، اللي هي استراتيجيه الاليجيتور، التمساح، اللي هي انت شغال جوجل ترانسليت بعد الظهر ولا ايه قصتك؟ مش فاهم. ولا انت عامل شيفت كارير ولا ايه؟ الصبح تترجم وبالليل تشتغل في البتاع ده؟ ولا انت في الميد نايت ولا ايه؟ الخط الأزرق والخط الأحمر، ساعتها هنخش صفقة. فدلوقتي احنا هنستنى ونتابع مع بعض. الخط دلوقتي اهو كسر الخط، بص هتلاقيني دخلت هنا ودخلت هنا ب$100، والخط هتلاقوه بينزل تحت زي ما انتوا شايفين لحد ما وصل لللاين الأحمر اللي قدامكم ده. وبالطريقة دي اتأكد 100% ان انت كسبت الصفقة دي. زي ما انتوا شايفين كسبت الصفقة بال$100. ودلوقتي ايوه 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 ايوه. اه صح. ايوه. مبالغ مهوله. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، انت مستني ايه عشان تتحرك؟ مستني ايه عشان تغير حياتك؟ مستني تشيل الباروكه. اصحابك وانت بره وانت في البحر وانت خارج، في جميع الاحوال تقدر تعمل ده. لو عايز تعرف اكتر عن اكسبيرت اوبشن، يا عم لا. دوس عليها هينقلك على جروب التليجرام اللي فيه عيلتي اللي انا بعلمهم وعاوز للكل الخير. عشان الراجل ده جدع وصاحب صاحبه وابن بلد، فلازم نقف معاه ونقف في ظهره ونبعبط. مستنيك غير حياتك. اكسبيرت اوبشن. كده احنا اخر الفيديو، بس انا عايز اقول كلمة. مش اي حاجة تشوفها تصدقها. الراجل ده واخد فلوس علشان خاطر يعمل اعلان للمنصة دي، وده راجل مش غلط، كل واحد بيشوف شغله. بس الغلط اللي احنا نسمع الكلام ونشوف ان ده صح ونعمل الكلام ده. خلي بالك انت لما بتيجي تتداول بتتداول في حاجة على الهوا، فما فيش خامة انت بتتداول فيه. يعني مفيش منتج، انت مش بتتداول في الذهب او مش بتتداول في الفضة، انت مش بتتداول حتى في الدولار، انت بتتداول في الهوا. فده شيء خطر جدا. انت ممكن زي ما هو بيقول لك تدوس على الرقم ده ويطلع فوق، فانت شكرا انت خسرت. فانت مش عارف انت ايه، وفوقك يقول لك بتتعلم. انت الكلام ده تتعلم في منتج، في منتج وعارف امتى المنتج ده، وعارف امتى المنتج ده يطلع، وعارف امتى المنتج ده ينزل. فاوعى حد يضحك عليك.